في 3 مايو 2023 نرمين اكتشفت إن جوزها بيكلم واحدة تانية. من هنا بدأت الكارثة. ممدوح نوفل راجل عنده 63 سنة، متجوز من نرمين اللي عندها 53 سنة. متجوزين وعايشين بقالهم 33 سنة مع بعض، عايشين في سيدني في استراليا وعندهم 8 أولاد. حياة مستقرة ولذيذة ومستريحة على الآخر، والموضوع مفهوش أي مشاكل لغاية ما الشيطان اتدخل ما بينهم. خطة الشيطان الأولى إن هو وسوس لممدوح إن هو يكلم واحدة تانية غير مراته. ممدوح انساق وأقام علاقة غرامية مع ست عايشة هنا في مصر، وكانت من الآخر كده بتستغله في فلوس وبيبعت لها فلوس، وكانوا بيحبوا في بعض. بس لأن مفيش كدبة بتكمل، نرمين قفشت الموضوع. أي ست طبيعية ممكن تطلب الطلاق، أو ممكن تتخانق مع جوزها، أو ممكن تخليه يسيب الست دي، أو ممكن حتى تتخانق معاه وترفع قواضي وتعوره. لكن نرمين عملت أكتر شيء في الدنيا مش متوقع. نرمين قتلت جوزها في يوليو 2023، يعني بعد شهرين بس بعد ما اكتشفت خيانته ليها. في ليلة هادئة في سيدني في استراليا، نرمين خلصت على جوزها بأبشع طريقة ممكنة. في ناس ممكن تقولك ان هي سمته او استنت تطعنه لما نام، بس الحقيقة المثبتة ان نرمين قطعت جوزها بالمنشار حتت صغيرة، مسكت كل حتة صغيرة ترميها في صناديق الزبالة في استراليا كلها. وده الجزء اللي معروف في القصة واللي كمان رائج اكتر، ان ست قتلت جوزها علشان الخيانة. بس البعد التاني بيقول ان هو ملوش اي علاقة بالخيانة. نرمين باعت عقار اول ما جوزها اختفى ب1,690,000 دولار، ونزلت مصر وباعت كل املاكه. ولما اهله قالوا انت بتعملي ايه، قالت معايا توكيل عام منه. وكمان نرمين اشترت اسهم لشركات في الامارات، كانت بتاسس ان هي تهرب وتختفي وتستثمر في مكان بعيد عن مصر واستراليا. ممدوح نوفل اختفى عن الناس لمده سنه. بالنسبه لناس كتير قوي ان هو مختفي مش ميت ومتقطع حتت محدش عارف، بس كان في شخص واحد بس اللي عرف ان ممدوح حي. الشخص ده هي عشيقته. كانت من الاخر كده نرمين بتكلمها من موبايل جوزها وتخليها تبعت فلوس اللي هي خدتها منه، عشان من الاخر كده الفلوس ما تطلعش بره، تبقى كلها مع نرمين. كمان صحاب ممدوح كانوا بيكلموه وعايزين يوصلوا ليه، لكن كانت نرمين بتقول ان هو عايز يقعد لوحده شويه ومش عايز يكلم حد، فظنوا ان هو كمان بيفكر يسافر مكان تاني ويبقى لوحده. اهل ممدوح حاولوا يتصلوا بيه لكن ما عرفوش يوصلوا لاي حاجه. كانت نرمين بتبعد اي حد يحاول يوصل لممدوح لغايه ما مرت سنه وكل الناس بدات تبلغ هو فين ممدوح. الشرطه في استراليا عملت تحريات واكتشفت ان ممدوح بقاله سنه ما سافرش في حته. كمان راحت بيته لقيته مهجور بقاله مده، وراحت تسال على مراته في الشغل بتاعها، اكتشفوا ان مراته سايبه الشغل بقالها سنه ورايحه عايشه في مدينه تانية، ولقوا مراته والفلوس. وبعد تحقيقات اكتشفوا الحقيقه ان نرمين قتلت جوزها عشان هي بتقول ان هو خانها، لكن لقصص الجرائم رأي آخر. نرمين قتلت جوزها عشان كانت طمعانة إن كل حاجة ممكن تروح من بين إيديها.